السلام عليكم. رجعنا لكم تاني بحلقة جديدة من حلقات كلام مبتدئين. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الفرق بين الذكر والأنثى وإزاي أقدر بمنتهى السهولة أفرق بينهم. يلا بينا. تعالوا الأول نتكلم عن الذكر وإيه أكتر حاجة بتميزه. أكتر حاجة بتميز الجنس في البادجي لون الكير اللي هي منطقة الأنف. الذكر من ساعة الفطام ويمكن كمان من قبل كده لون المنطقة دي عنده مايل للأزرق، بيبدأ بالأزرق الخفيف أو الوردي في بداية عمره ويختم بالأزرق الغامق عند البلوغ. يعني أول قاعدة هنا إن الذكر لون الكير أزرق فاتح أو وردي قبل البلوغ وأزرق غامق مكتوم بعد البلوغ. طب يا ترى في علامات تاني للذكور؟ طبعا فيه، بس العلامات التانية دي هتكون صعبة علينا شوية كمبتدئين، بس طبعا مفيش أي مشكلة إننا نعرفها. لو ركزنا مع أغلب الذكور هتلاقي بنيانها أقوى من الإناث، وهتلاقي تكوينها عضلي أكتر، وهتلاقي حجمها أكبر نسبيا من الإناث. تعال بقى نتكلم عن علامات تانية. أغلب الذكور مفتخرة بنفسها وده بيبان قوي في تصرفاتها. يعني هتلاقي دايما الذكر بيستعرض ريشه وألوانه الجميلة، وهتلاقيه بيغرد كتير وبينغم وبيطقطق كده مع نفسه، ده غير بقى حركات رقبته ودماغه. يعني من الآخر كده بيحب يبان روش. الذكور دايما أسهل في التعلم، دايما حركاتها هادية ومش عشوائية، دايما هي الأسرع في التودد لصاحبها. يعني هتلاقيه دايما الأسرع في التعرف عليك. الذكور دايما عندها شجاعة الاستكشاف. يعني لو حطت لهم مثلا نوع من الخضار جديد عليهم وأول مرة يشوفوه، خليك متأكد إن الذكور هي اللي هتروح عليه الأول. كده بقى احنا قلنا تقريبا كل العلامات الجسدية والسلوكية اللي نقدر من خلالها إننا نحكم على إن العصفور اللي قدامنا ده ذكر. الله ينور يا حاوي، كلام جميل قوي وطريقة سهلة لتوصيل المعلومة. حبيبي يا زوز، تسلم لي. يعني انت فهمت كل اللي قلته ده؟ ايوه طبعا، امال بجاملك يعني؟ طب يا عم ما تزعلش وتقفش كده، انا مصدقك. وعشان كده في اخر الحلقة ليك عندي امتحان سريع، ونشوف بقى اذا كنت فعلا فهمت ولا بتجاملني. اوبا، امتحان؟ طب تمام، مع ان انا كان ورايا مشوار مهم قوي. لا يا حبيبي، انت هتقعد على جنب كده وتركز وتنسى المشوار وتستنى الامتحان. ولو سقطت في الامتحان هشلوحك يا زوز. اشلوحك؟ يعني ايه دي يا حاوي؟ بعد الحلقة هقولك. نتكلم بقى عن إناث البادجي ونشوف ايه العلامات اللي تخليني اعرف ان العصفور اللي قدامي ده انثى. يلا بينا. عشان نقدر نحدد ان العصفور اللي قدامنا ده انثى هنركز برضو على منطقة الكير اللي هي منطقة الأنف. في إناث البادجي بتكون المنطقة دي في مرحلة ما قبل البلوغ بالألوان دي، أبيض أو وردي فاتح أو أزرق فاتح. بس برضو عشان ما نتلخبطش هنركز في اللون اللي حوالين فتحتين الأنف، هتلاقيه دايما لونه أبيض ناصع. وخد بالك احنا بنتكلم عن ما قبل البلوغ. طب لما تكون الأنثى وصلت فعلا لسن البلوغ، هنا بقى بنلاقي الكير بقى لونه أبيض سكري، وهيتحول للون البني الغامق لما بتكون في فترة التبويض. دي كده العلامات السهلة لتمييز الجنس بالنسبة لإناث البادجي. نروح بقى للعلامات الصعبة. يلا بينا.
إناث البادجي أصواتها دايما عالية ومش متنغمة، هتحس لما تسمعها إنها بتصرخ أو غضبانة. إناث البادجي أكثر عدوانية من الذكور، وعندها اندفاع في تصرفاتها وبالأخص في موسم التكاثر. إناث البادجي بتتميز بحجم صغير نسبيا، ولكن أكتر حاجة بيبان عليها الحجم الصغير ده حجم رأس العصفور، وبيكون واضح جدا صغر حجمه مقارنة بالذكور. أنثى البادجي انعزالية بطبعها، وده بيبان قوي في التجمعات اللي هي المطارات. هتلاقي كل أنثى واقفة لوحدها وبعيدة عن باقي الطيور، وعلى طول اللي بيقرب منها بتهجم عليه. كده بقى احنا تقريبا قلنا كل العلامات اللي ممكن تعرفنا الفرق بين الأنثى والذكر، ويا رب نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة تنفعكم وتساعدكم. تعالى بقى يا معلم لما نشوفك اتعلمت ولا لأ. الامتحان يا زوز. هوريك شوية صور وهسألك عن حاجات فيها، ماشي يا معلم؟ ماشي يا حاوي، وربنا يسترها. السؤال الأول، العصفور اللي في الصورة ده ذكر أم أنثى؟ العصفور ده يا حاوي ذكر، لأن الكير بتاعه أزرق، بس بما إنه مش أزرق غامق مكتوم يبقى لسه في مرحلة ما قبل البلوغ. برافو عليك يا زوز، صح كلامك يا معلم. السؤال التاني يا معلم، اللي في الصورة دي نتاية كبيرة في السن ولا صغيرة؟ وإيه السبب؟ النتاية دي كبيرة في السن، يعني في مرحلة ما بعد البلوغ، وده طبعا واضح من لون الكير اللي بدأ يبقى بني غامق بسبب نشاط الهرمونات المسؤولة عن التبويض. سؤال الامتياز بقى، قول لي 3 علامات سلوكية للذكر و3 علامات سلوكية للأنثى. العلامات السلوكية للذكر: ودود، متباهي، مغرد، وطروب. العلامات السلوكية للأنثى: انعزالية، شرسة في مرحلة التكاثر، صوتها عالي شبه الزعيق. الله عليك يا حبيب والديك، ايه يا ابني الحلاوة دي، يخرب عقلك يا راجل. بأمانة أبهرتني. بجد يا حاوي؟ طبعا بجد. ده انت يا عم لو فضلت على كده هتمسك المايك قريب وتقول. امسك المايك؟ امسك المايك ليه؟ هو انا هغني يا حاوي؟ تغني؟ حد سمعني قلت يغني؟ وبعدين انت بتعرف تغني اصلا؟ ايوه طبعا بعرف اغني، تحب تشوف؟ طبعا يا زوز، احب قوي. بس كده، انت تؤمر يا حاوي. شوف مش بلعب فين، مدرك اني ماليش احباب، افتح سكينة في الدكان، 5 عندنا بنعمل الصين. انا عالدوري وعدي اللقطة والعيداني دم والسياحة، ممكن واجه واسمه كوماندو، اخوك عربة وفعل صريح، عربة وفعل صريح، ما بقدرش الموت علشان صنايع، والدايرة ده تصريح، ما بشوفش الخوف ولا زميل الدايرة، بلاش منك والصراميح والحلوة بنادي وانا شاغل الفاية، لو هرفض على ابو شير حلواني ببكي مش فارقة معايا. والعشرة ده الكلام على موت وعلى اي حد، الشيء مع دي حلوة والنوبة وكاشات، وحشات تقصد ده بكل موت، اصلا عالسكة خدي مظبوط. خدوا جنبوني السولة خوية وطلعت الشباب نسبية، بنعمم الكلام رسميا، بنسقط الصحاب تسلية، بنعود الكلام نقديا، بنضحي بالسلام تمسية، بنطور الكلام جديا، نحاول نشوف حاجات مش هي، وانا مش جاي مني تاني عشان انا اللي جاي مني تاني، عدي الدنيا في جنب اخواتي وكله قاطع ان احنا تاني، بس المصريين قالوا اسامينا في السام، حكوا بلسان كذاب، قالوا عندنا الانسان عادي بس انا شواف وانا على كل الانسان. ها، ايه رأيك يا حاوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كده حلقتنا النهاردة خلصت، يا رب تكون كانت حلقة مفيدة ليكم ويكون كان دمها خفيف. ولو حابين كل جديد من حلقاتنا يوصل لكم فعلوا شوية الحاجات دي.